القصة بتبدأ ببنت اسمها سيلين، ممثلة صاعدة عندها 21 سنة، بتحلم إنها تبقى مشهورة. كل أحلامها بتروح لما بتكتشف إنها مصابة باللوكيميا وبيغمى عليها بعد ما تتصدم. قبل كده بساعات كانت طلبت تاكسي علشان تروح مقابلة لإعلان، وفي العربية قابلت مليونير اسمه جو، واللي اتفاجئ لما شافها. بعد شوية السواق بتاع التاكسي كلمها وقال لها إنه مستنيها بقاله أكتر من 10 دقايق. وقتها اكتشفت إنها ركبت عربية غلط واتبهدلت جدا من الموقف. جو وسواقه ويندلي قرروا إنهم يتفهموا الموقف وودوها لمكان المقابلة. لما وصلت عند المكتب قابلت أيوان، ممثل ومغني مشهور. رغم إنه موهبة سيلين في التمثيل واضحة، رفض إنه يتعاون معاها واختار واحدة تانية تمثل دور زميلته. بعد كده راحت سيلين بيت صاحبها جيان ولقيته مع صاحبتها في شقته، وفهمت إنهم كانوا على علاقة وإنه خانها. سيلين دلوقتي حزينة وبتعيط طول الليل علشان فوق كل المشاكل اللي اتجمعت اتشخصت بمرض اللوكيميا. الحل الوحيد علشان تنقذ نفسها هو إنها تلاقي حد مناسب يكون متبرع بالنخاع، وفي المستشفى في واحد لكنه مش مستعد يعمل العملية دلوقتي، فاضطرها إنها تعمل العلاج الكيميائي اللي ليه آثار سلبية كتير. لما أدركت إن الفكرة مش كويسة استنت لغاية ما الدكتور خرج من المكتب وبدأت تدور على اسم الراجل اللي ممكن يكون المتبرع. لما عرفت إنه السيد جو راحت سيلين لصاحبتها جاي علشان يحطوا خطة تخليه يتبرع ويشارك بجزء من نخاعه. راحت للجيم وصاحبتها شتتت انتباه الحارس الأمني، وسيلين جريت على حمام السباحة علشان تقابل جو وتقوله عن مشكلتها. البنت توسلت للمساعدة لكنه رفض بشدة، وفي محاولة لابتزاز الراجل رمت نفسها في حمام السباحة وادعت إنها بتغرق. جو أنقذها لكنه مشي على طول، فاضطرت تواصل محاولتها إنها تغير رأيه. بعد محاولات طويلة لإقناعه جو وافق، بس قال إنه محتاج لمساعدة هو كمان، وإنه هيساعدها لو وافقت على شروطه. الراجل طلب منها تتجوزه على الورق واداها أسبوع علشان تفكر. جاي كانت شاكة إن ده فخ علشان في شائعات إن الراجل الغني في علاقة مع واحدة تانية. وبعد شوية قابلت سيلين جو وطلب منها ترافقه في معرض مجوهرات، واختارت واحد من الفساتين اللي جهزها لها. وبعد ما اختارت الفستان المناسب الراجل ادالها عقد وراحوا مع بعض الحفلة فخرة. خلال الحفلة شافت سيلين صاحبها السابق وصاحبتها، لكن حاولت تتجاهلهم وكأن مفيش حاجة حصلت. لما قابلتهم وش الوش جيان وصاحبتها حاولوا يضغطوا عليها علشان يشتروا العقد بتاعها. جو ظهر وعرض عليهم صفقة وأحرجهم، وقال لهم إن المجوهرات دي بتسوى 50 مليون دولار وإنهم مش معاهم الفلوس دي، فاضطروا يعتذروا لسيلين وخرجوا من الحفلة بسرعة. في نفس الليلة جو سيلين زاروا جدته. الست العجوزة كانت مبسوطة جدا إن حفيدها أخيرا عنده صاحبة. سيلين فهمت إن الراجل الغني عايز يتجوز على الورق بس عشان ما يزعلش الست الكبيرة، فقررت إنها توافق على طلباته. تاني يوم الصبح جو حضر عقد الزواج اللي بيقول إن سيلين مش هتطلب فلوسه لو اتطلقوا، وإن مدة العقد 2 سنين لازم تعيش فيهم معاه في بيته. بعد كده راحوا المستشفى وعملوا العملية اللي بفضلها البنت خفت تماما. لما رجعت بيت الراجل الغني اكتشفت إن أبوه مات من سنين وأمه فقدت عقلها وبقت شخص قاسي جدا. بعد شوية سيلين دخلت في موقف محرج لأول مرة لما شافت زوجها في نفس المكان. في الوقت ده ظهرت أنرين في بيتهم، صديقة الطفولة لزو. سيلين اتضايقت لما عرفت إن زو بيقول لأصحابه إنهم متجوزين بجد. بعد ما رجع البيت أيوان عارف من أبوه إنه لازم يتجوز أنرين علشان عائلتها غنية جدا. وأثناء الفطار سيلين وزو أدركوا إن عندهم حاجات مشتركة كتير لكن مش عارفين أي حاجة عن بعض. واتضح إن النهاردة عيد ميلاد البنت، لكن الراجل ما جابلهاش هدية. لما راحت للوكالة عرفت إن في حدث كبير قريب مع النجوم والسجادة الحمراء، لكن مفيش حد دعاها. سيلين طلبت مساعدة من وكيلها أيوان ووعدها إنه هيساعدها علشان تروح الحفلة. في الليل الزوجين دعوا جدة زو وضيوف للعشاء معاهم في مطعم. البنت حاولت تحرج جوزها قدام الناس وادت له أكل بيكرهه، لكنه اضطر ياكله علشان ما يفضحش حقيقة جوازهم إن الجواز ده تمثيل. أيوان بيشك في سيلين وبيطلب من زو إنه يكون حذر معاها أكتر علشان بيتوقع إنها بتستغله. في الليل أيوان وأندرين بيروحوا على كافيه وبيفضلوا يشربوا، وبعد كده الولد بيحاول يعترف بمشاعره. في نفس الوقت سيلين بتسمح لنفسها إنها تشرب كحول كتير، وبعد ما بقت سكرانة بتبوس جو فجأة وده بيصدمه. تاني يوم الصبح البنت بتصحى بصداع جامد ومش فاكرة أي حاجة حصلت في الليل بما فيهم البوسة اللي حصلت مع زو. بعد شوية الراجل بيهديها خاتم خطوبة علشان جدته ما تشكش فيهم
إنهم بيغشوا. لما راحت الشغل سيلين بتسمع آخر الإشاعات وبتقرر تساعد زميلة ليها وقع في حب راجل، رغم إن الراجل ده هو زو. بعد ما اتسللت لغرفته بدأت تدور على تلميحات عن الحاجات اللي بيحبها، وبتلاقي صورة قديمة مع روبوت لعبة. بعد كده الزميلة راحت لمكتب زو ومعاها نفس الروبوت. لما شافوا زو بقى حزين وخرج من المكتب بسرعة. بعد كام دقيقة بيرجع وبيكون فاهم إن ورا كل ده هي سيلين، واللي كانت بتحلم تساعد زميلتها في إنها تروح لحفلة جالا. وعلشان حاسة بالذنب قررت تشتري لزوجها كرافتة شيك علشان تعتذر له عن اللي حصل. لما شافت حد تاني بيشتري نفس الكرافتة أقنعته يرجعها وخدت اللي هي عايزاه. في الليل قررت تهدي الكرافتة كهدية، والراجل باين عليه إنه سامحها. وكمان زو افتكر أحداث الليلة اللي فاتت وإن البنت بسته، وده صدم سيلين. تاني يوم الصبح سيلين لبست فستان جميل علشان السجادة الحمراء، لكن للأسف اتبهدل بالدهان وهي نازلة على السلالم. سيلين حاولت تغسل البقعة لما فهمت قيمة الفستان، لكن مفيش فايدة. لما حكيت لزو عن اللي حصل رد بهدوء مفاجئ وقال لها إن عندها مئات الفساتين التانية وتقدر تلبس أي واحد منهم. رغم كده البنت برضو فشلت إنها تروح السجادة الحمراء علشان كسرت الكعب وجرحت رجلها. سيلين كانت زعلانة، لكن زو وقف جنبها وساعدها في علاج رجلها بمرهم مسكن للألم، وبعد كده بسها على جبينها، وده خلى سيلين تحس بالإحراج. تاني يوم زو عارف إن في شائعات عنهم هو وزوجته انتشرت على الإنترنت، ففهم إنه محتاج يعمل بيان على السوشيال ميديا ويهدي الناس. الراجل طلب من سيلين تعمل حساب، واللي في ثواني بقى عندها آلاف المتابعين. بعد شوية البنت راحت تتمشى ولقت كلب لطيف مربوط على دكة. سيلين افتكرت إن الكلب ده تايه، علشان كده خدته البيت ودخلته في السر وهي جوزها مش موجود. الصبح زو اكتشف الكلب في سريره وحاول يطرده بره، لكن سيلين طلبت منه إنه يهدى ووعدته إنها تهتم بالكلب. بعد كده جالها مكالمة من صاحب الكلب اللي طلب منها إنها تهتم بالكلب لغاية ما يرجع. بعد فترة سيلين وصاحبتها راحوا السينما، وهناك قابلت آيوان. الولد حس بعدم الراحة وبدأ يكح، وبعد كده خرج من القاعة ونسي موبايله. لما لاحظت ده سيلين قررت ترجع له الموبايل، ولاحظت إن الولد تعب ومحتاج جهاز استنشاق ومش قادر يتنفس. سيلين قررت إنها تعمل أي حاجة تساعده. في نفس الوقت أنرين حاولت تغوي زو، لكن محاولتها فشلت لما المساعد بلغه عن الموقف اللي حصل مع آيوان. بعد بحث طويل سيلين لقت جهاز الاستنشاق وأنقذت الولد. آيوان قال لها إن زو مش بيحب الكلاب، مش علشان بيخاف، لكن علشان أبوه القاسي طرد حيوانه الأليف المفضل وربطه في نص الطريق. من وقتها وزو بقى بارد وقاسي ومش قادر يظهر مشاعره لأي حد. لما رجع البيت زو شكر مراته علشان اهتمت بصاحبه، لكنه نصحها ما تخرجش لوحدها معاه علشان الناس هتفتكرهم مع بعض وده هيزود الإشاعات. تاني يوم سيلين قررت تحضر عشاء خاص علشان يحتفلوا بعيد جوازهم، لكن جوزها اتأخر جدا. في نفس الوقت أندين اتصلت بيه وادعت إنها سكرانة جدا ومش قادرة تقف على رجليها. الراجل راح عندها يساعدها، لكن اتضح إنها خدعته علشان يتعشوا مع بعض. بعد ما رفض أنرين زو رجع البيت ولاحظ العشاء الاحتفالي. سيلين مستنتهوش وبدأت تاكل العشاء وحدها. الراجل قدم لها علبة جواها مستندات، وده صدم سيلين جدا. البنت كانت متحمسة لدرجة إنها قررت تعمل كيكة جديدة وما رفضتش مساعدة زو، واللي كان الموقف ده رومانسي جدا وخلاهم يبوسوا بعض ويحتفلوا بعيد جوازهم. في وقت الغدا سيلين قررت تخرج تتمشى مع صاحبتها، لكنهم قابلوا زو اللي عزمهم يتغدوا في مطعم. هنا جيفاي اعترفت إنها مهددة بالطرد من بيتها وما عندهاش أي مكان تعيش فيه. مساعد زو صدم سيلين لما عرض عليها تعيش في بيته. بعد شوية سيلين راحت لصاحب الكلب علشان ترجعه، واتفاجئت إنه نفس الولد اللي قابلته في محل الملابس. معنين شكله لطيف وودود، والبنت فضلت تتكلم معاه شوية قبل ما تسيب الكلب وترجع بيتها. بعد كام يوم سيلين جمعت شنطتها وراحت لموقع تصوير فيلم جديد. هناك كمان قابلت أندين وممثل اسمه لي، واللي كان متحمس جدا للفيلم. خلال عملية التصوير لي حاول يتواصل مع سيلين عدة مرات وكان بيقرب منها بشكل مزعج، وده خلاها تحس بعدم الراحة. لي كان مصر، لكن آيوان ظهر وحمى سيلين وساعدها تهرب من الموقف الصعب. بعد شوية سيلين سمعت بالصدفة آيوان بيتكلم مع والده وبيقول إنه مش عاوز يتجوز أندرين. لما لاحظ إن سيلين سمعت المحادثة زعل منها وانتهى الحوار بخناقة. في وقت الغدا لي حاول يخلي سيلين تسكر، لكن آيوان ظهر في الوقت المناسب وأنقذها مرة تانية. لي المحبط
بيلتقط صورة ليهم مع بعض علشان يفضحهم. وبعد ما أيوان قال لأعز أصدقائه إن في حد بيحاول يضر مراته، جو بيجري بسرعة على موقع التصوير وبياخد سيلين لفندق. بعد كده أهداها جارو لونه أبيض. في الليل جو كشف أكبر أسراره لمراته، لكنها كانت نايمة وما سمعتش أي حاجة. بعد شوية الزوجين صحيوا على صوت شغب علشان مجرمين اقتحموا الفندق وكانوا بيهددوا المدير والمالك بسبب دين كبير. جو أنهى الخلاف فورا لما قال إنه مستعد يسدد الدين بالكامل. المدير شكر الراجل على كرمه. تاني يوم الصبح سيلين راحت لموقع تصوير الفيلم واكتشفت إن التصوير التغى. في نفس الوقت جات لها مكالمة بتقول إن جوزها حصل له حادثة ونتيجتها اتنقل للمستشفى، وبيبان ان الراجل كان سكران خبط جو لكنه خرج من الحادثة بارتجاج وكسر في رجله. بعد ما زارت جوزها سيلين حاولت تبوسه لكنه رفض. بعد شوية اتضح انه بجانب اصابته فقد الذاكرة ومش قادر يفتكر اي حاجة حصلت له في السنين اللي فاتت، ونتيجة لذلك جو رجع تاني لشخصيته العدوانية والفظة وبدأ يرفض مراته. صاحبتها نصحتها انها تهتم بجوزها علشان ترجع حبه ليها، لكنها لاحظت انه بيتعصب طول الوقت وبيبعدها عنه، والأسوأ من كده انه بدأ يعامل أندرين كويس، وده خلى سيلين تغير وتدرك ان جوازهم هيتهدم قريبا. في نفس الوقت ليه نشر صورة لسيلين مع جو، وده زود من تعقيد الوضع. تاني يوم سيلين خرجت تتمشى الصبح مع الكلب وقابلت مانجين صاحب الكلب اللي لقيته قبل كده وحكت له عن كل مشاكلها. الراجل نصحها انها ما تحاولش تخليه يفتكر الماضي لكن تخلق ذكريات جديدة علشان جو يحبها من جديد. سيلين قررت تتبع النصيحة دي ولقيت كتاب 36 طريقة تخلي الراجل يقع في حبك، وحاولت تستخدم كل الطرق لكن النتيجة ما كانتش زي ما توقعت. أندرين حاولت تجذب جو وتعمل كل حاجة علشان تخليه يقع في حبها. لما أندرين لاحظت إن سيلين وأيوان قاعدين جنب بعض قالت لجو إنهم قريبين من بعض، لكن لسبب ما ده خلى جو يحس بالغيرة رغم إنه مش فاكر أي حاجة، لكنه عارف إنه متجوز من سيلين فعشان كده عنفها ومنعها من إنها تقرب من صاحبه. بعد شوية الراجل رجع البيت وبدأ يتحسن لكنه لسه بيعاني من فقدان الذاكرة، وده أدى لخناقات مستمرة مع سيلين. سيلين طلبت من صاحب جوزها إنه يساعدها وأيوان عرض عليها تشتري شوية هدوم جديدة لزو. سيلين حضرت وجبة صحية لكن الطبخة طلعت وحشة جدا. بعد شوية سيلين قربت من ليسا وقالت لها إنها عاوزة تشارك في مسابقة المشاهير لكن المديرة رفضت. مع ذلك وكيلها أيوان كان مستعد يدعمها وياخدها للمسابقة. تاني يوم الصبح سيلين بذلت كل مجهودها وفازت بالسباق. في الليل الزوجين عزموا أيوان وأندرين على العشاء. في لحظة جو بدأ يغازل صديقته من الطفولة وسيلين من غيرتها بدأت تعمل نفس الشيء مع صاحبه، وده أدى لخناقة تانية. بعد كده سيلين قررت تستخدم ملابس داخلية مثيرة علشان تخلي جوزها يقع في حبها من جديد، ورقصت وحاولت تغويه، لكن بدل ما تحصل على رد الفعل اللي كانت متوقعاه جو طردها من البيت. لما فشلت إنها ترجع للبيت سيلين راحت لمانجين علشان يساعدها وما رجعتش البيت غير بوقت متأخر من الليل لما جو كان نايم. وبعد شوية جوزها لاحظ إنها حزينة وقرر إنه يبوسها، لكن هي رفضته وقالت له إنها مش عاوزة تعيش معاه تاني علشان مش هو الشخص اللي كانت تعرفه. تاني يوم الصبح سيلين اعتذرت عن تصرفها وكتبت كلمة آسفة على وسادته. بعد كده راحت تقابل أيوان علشان تطلب منه نصيحة، لكن مساعد والد أيوان شافهم وخد شوية صور. لما رجعت البيت سيلين أكلت شوية شوربة كانت أندرين محضراها ووقعت مغمى عليها. تاني يوم الصبح أندرين جابت شوية شوربة جديدة لكن جو ما أكلش وعمل نفسه نايم. البنت استغلت الموقف وحاولت تحطه في السرير، لكنه فجأة شاف عقد مألوف وخرج من السرير بسرعة وطرد أندرين من البيت. بعد كده بعت الشوربة للمعمل وتأكد إنها كانت مليانة بحبوب منومة. الدكتور قال له إنه ممكن يكون ده سبب فقدان الذاكرة المؤقت، لكن طمنه إنه ممكن يرجع يفتكر كل حاجة قريب. والد أيوان دعا سيلين لبيته ومنعها من التواصل مع ابنه. سيلين حاولت تشرح له إنهم مجرد أصدقاء، لكن الولد فجأة ظهر واتخانق مع والده. الخلاف اتطور لدرجة إن الراجل ضرب سيلين بالخطأ بعصاه على ظهرها، لكن في الوقت ده جو ظهر في البيت
وقال له إن سيلين هي مراته. لما رجعوا البيت زو عمل لها تدليك للظهر وسيلين اعترفت له بمشاعرها، وبعد ما بسها سيلين أدركت إنه افتكر كل حاجة وإنهم بقوا زوجين سعيدين تاني ويقدروا يقضوا وقت مع بعض. تاني يوم زو قابل أندرين علشان يقول لها إنه فاكر كل حاجة، واتضح إنه بعد الحادثة تم أخده لمخزن وتعرض للتنويم المغناطيسي واللي مسح ذاكرته. أندرين اتفضحت وطلبت السماح، لكن زو رفضها وطلب منها تنسى صداقتهم للأبد. لما رجع البيت زو حكى لسيلين عن كل ده، وده أخيرا صلح العلاقة ما بينهم. وبعد كده سيلين زارت برنامج تلفزيوني وكان عليها تنفذ مهمة معينة، كان مطلوب منها تعترف بحبها، وفي اللحظة دي جات لها مكالمة من جوزها. كانت بتتمنى إن زو يقول لها الكلمات المنتظرة، لكنه أهانها وأنهى المكالمة. الناس اتعرفت على صوت زو وده خلق شائعات على السوشيال ميديا وتعرض الزوجين للانتقاد. لما رجعت البيت سيلين لقت خزنة في الدولاب، لكن جوزها ما سمحش ليها إنها تفتحها. بعد كام يوم الزوجين خرجوا في رحلة مع أصحابهم وحضروا حفلة صغيرة. في الحفلة سيلين قابلت مانجين. بعد شوية حد ضاف مادة سائلة لعصرها وده خلاها تحس بدوخة. حد كان ممكن يستغل الوضع ده، لكن جوزها كان قريب وخدها لأوضة الفندق. تاني يوم الصبح الزوجين قضوا وقت مع بعض وبعد كده رجعوا البيت. البنت حست بتعب تاني وراحت للمستشفى، وهناك اكتشفت إنها عندها أنيميا نتيجة لللوكيميا اللي كان معاها. الدكتورة طلبت تقرير طبي والبنت فتحت الخزنة ووجدت المستندات واكتشفت إنها عمرها ما كان عندها سرطان دم. لما جوزها رجع البيت طلبت منه تفسير، واتضح إن المستشفى ملك لعائلة جو وهو اللي زور التحاليل علشان يجبرها تبدأ علاقة معاه. سيلين اتعصبت وده أدى لخناقة وبعدها أغمى عليها. الدكتور قال لزو إنها تعرضت لصدمة وبتحتاج 24 ساعة للراحة علشان تستعيد وعيها. تاني يوم الصبح سيلين كانت عايزة تسيب بيت الكداب ده، لكن كان في حراس عند الباب منعوها من الخروج. بعد ما كلمت زو سيلين عملت فضيحة وبدأت تحزم حاجتها علشان تهرب، لكن مديرة المنزل منعتها من كده. وبعديها زو بيعترف إنه عمل كل ده بس علشان وقع في حبها وكان عاوز يبقى قريب منها. حاولت سيلين تدور على طريقة للخروج من الوضع ده، فاتصلت بأيوان وطلبت منه يساعدها تهرب. بعد ما قفلت على جوزها في أوضة البنت شتتت الحراس علشان تهرب، لكن وهي خارجة قابلت جدة زو. الراجل اعترف إنه كان بيحب سيلين من قبل ما يبقى غني وكان بيعمل كل حاجة علشان يقابلها ويبقى جوزها، وبعديها حاول يعتذر عن اللي عمله ده، لكن سيلين اتضايقت إنه معبرش مشاعرها ورغبتها. في النهاية سيلين راحت لبيت صاحبتها علشان تحكي لها عن كل اللي حصل معاها، وبعد ما رفضت زو سيلين بدأت تدور على بيت جديد وبدأت تروح شغلها. في نفس الوقت أيوان قابل صاحبه ومنعه من اللعب بمشاعر سيلين وضرب زو في وشه. تاني يوم الصبح أيوان قابل سيلين واقترح عليها يتمشوا سوا، وفي نفس الوقت زو صحي وهو عنده صداع بسبب الشرب. الجدة طلبت من زو إنه يحاول يرجع ثقة مراته فيه، وبعد ما قابل سيلين وعدها إنه هيعمل أي حاجة علشان يرجعها البيت ويبقوا تاني الزوجين المتحابين. سيلين رفضت جوزها وراحت الشغل لابسة زي ماريو، وفي المساء طلب منها تخرج معاه في موعد. بعد كام يوم البنت قابلت رجل أعمال علشان تناقش إعلان لعصير، وبعد ما شربت العصير اكتشفت إنها مسممة علشان في حاجة ضيفت للعصير. أيوان لاحظ ده وحاول يساعدها، لكن سيلين افتكرته إنه جوزها وسألت له لو كان بيحبها، وفجأة أيوان بيجاوب بآه، وده بيكون بيتسجل على كاميرا مخفية نصبها أنرين ومانجين واللي كانوا بيحاولوا يخلوهم يتخانقوا. وبعديها زو بيظهر في المشهد وبياخد مراته للبيت وبيستلم فيديو الكاميرا المخفية تاني يوم الصبح. بعد كده سيلين قابلت أيوان على الرصيف وساعدته علشان ما يقعش في المية وهي مش واخدة بالها إن في حد بيصورهم تاني. أيوان اعترف إنه في علاقة حب بس ما قالش اسم البنت اللي بيحبها، وطلب من سيلين نصيحة علشان يتعامل مع الموقف. والد أيوان برضه استلم فيديو محرج وضرب ابنه، وده تسبب في إنه يخبط راسه وينتهي في المستشفى. بعد ما سيلين سمعت اللي حصل جريت على المستشفى وقابلت والد الراجل اللي حاول يضربها، لكن زو دافع عن مراته. بعد كده أيوان اكتشف إنه مش الابن الحقيقي للأب الطاغي، والرجل الغني عاوز يثبت ده علشان صاحبه يحصل على الحرية والاستقلال. زو بعديها بيتكلم مع صاحبه وما بيلومهوش على إنه وقع في حب سيلين، وقال إنهم هيفضلوا أصدقاء مقربين. وبعديها بيحصل حريق في المستشفى والمساعد بيبلغ إن أيوان فقد حياته. سيلين شافت خبر الحريق وقابلت جوزها
وعرفت إن الحريق بدأ في أوضة صاحبهم. الزوجين خدوا الموضوع على محمل الجد، وبعدها سيلين قفلت على نفسها ورفضت تسيب جوزها يخرج معاها علشان كانت عاوزة تكون وحدها. زو ما سمحلهاش بكده وخد مراته للبيت علشان يواسيها ويدعمها في الوقت اللي هي محتاجاه. الشرطة وصلت بسرعة وبلغت إنها لقت حلق في مكان الحادث، وافتكروا إن اللي عمل كده هو اللي ساب الحلق، مع إن في الحقيقة أيوان هو اللي كان شايله من على الرصيف لما سيلين وقعت المجوهرات. الشرطة افترضت إن الولد تعرض للقتل عمد، وزو تعرف على حلق مراته. الزوجين راحوا للرصيف علشان يعيدوا بناء صورة الأحداث، ولما رجعوا البيت قابلوا الشرطة واللي كان معاها الصورة اللي بتبين إن البنت حاولت تدفع أيوان في المية. سيلين ما كانش عندها عذر يخليها المشتبه الرئيسي في الجريمة، وزو حاول يلاقي مكان الصورة لكنه فشل، فاضطر يخرج مراته بكفالة. الزوجين زاروا والد المتوفي علشان يعبروا عن تعازيهم، وقريبا الناس اتقسموا لفريقين، واحد بيعتقد ان سيلين بريئة والتاني عاوزها تتحبس في اسرع وقت. كل الناس على الانترنت كانت بتفتكر انها مجرمة، وبيعتقدوا ان جو متواطئ علشان طلعها بكفالة. في المساء جو عقد مؤتمر صحفي علشان يعلن انه متجوز سيلين، وفي نفس الوقت أنرين ظهرت وعرضت على الصحفيين صور وفيديوهات للبنت جنب أيوان الراحل. أنرين ادعت إنهم كانوا عشاق في السر، وإن سيلين قتلت أيوان علشان جوزها ما يكتشفش الحقيقة. وبعديها زو فاجئ الجميع إن صاحبه أيوان حي وهو بخير، وقرروا يحكوا الحقيقة عن الحريق وكل اللي حصل في اليوم ده. قبل الحريق بوقت قصير ممرضة جت للأوضة وادت له حقنة خلته ينام. أنرين نظمت الحريق بعد ما خطفت أيوان وزرعت جثة تانية مكانه. الولد قدر يهرب من مراقبة الحراس علشان يقول الحقيقة، وده خلى الشرطة تقبض على أنرين. بعد كده اتضح إن أيوان ما هربش لوحده، لكن بمساعدة بنت جميلة اسمها تونغ واللي وقع في حبها. أنرين اتحبست، لكن زو كان واثق إن البنت ما بتتصرفش كده لوحدها، وإن المجرم الرئيسي لسه حر. وبعدين والد أيوان طلب منه يرجع البيت، لكن الولد رفض، وده خلى الأب يحس بالسوء. في النهاية الابن رجع البيت وعرف إن ده كان والده الحقيقي، وإنه ما قدرش يعيش مع والدته علشان كان مخطوب لبنت تانية وتبناه لما الفرصة جت. الزوجين اتخانقوا، وبعديها بيلاقيها في الأتوبيس وبيحملها على إيديه وبيوديها عربيته. سيلين ما كانتش عاوزة تعيش معاه، وكتبت قائمة أمنيات لازم جوزها ينفذها علشان تقبل ترجع ليه. بعد ما وافق زو على كل المطالب وقعوا على المستند وبس سيلين، وبعدين الزوجين بدأوا يعيشوا في نفس البيت تاني. وعلشان زو خايف يسيب سيلين لوحدها في البيت خدها معاه الشغل، لكن ده كان ليه تأثير سلبي على كفاءته وسبب مشاكل كتير في شغل الشركة. موظفين الشركة طلبوا من سيلين إنها تقضي وقت أقل مع جوزها، وفي نفس الوقت البنت حصلت على دور رئيسي في فيلم جديد. وبعدين بدأت تستعد للدور، وجوزها أهداها حلق فيه جهاز تتبع علشان يعرف مكانها طول الوقت. تاني يوم الصبح سيلين قررت تشتري هدوم لجوزها، وعرفت إنها بتتراقب، واتضح إن اللي بيراقبها هي والدة جو اللي ما بيتكلمش معاها. حاولت تفهم الأسباب وراء ده، فسيلين اتصلت بمساعد جوزها وطلبت تعرف أكتر عن القصة. صديقة عرضت على سيلين دور البطولة في فيلم رومانسي ووعدت إنها تفكر فيه، لكنها كانت خايفة تمثل مع أيوان علشان ممكن يكون لسه عنده مشاعر ناحيتها. بعد شوية البنت قابلت حماتها وعرفت إن جوزها كان عنيف، وده اللي خلاها تسيب البيت وتسيب ابنها. ودلوقتي هي خايفة تكلم زو علشان بتعتقد إنه مش هيسمعها. سيلين قررت تساعد جوزها ووالدته إنهم يتصالحوا، ودعت الست لبيتها. لما زو شاف أمه طردها على طول، وده زعل سيلين. في المساء اعتذر زو عن تصرفه الخشن، واعترف إن الروبوت في الصورة هو أول وآخر هدية من والدته ليه. هو لسه بيحبها، لكنه غاضب علشان أمه سابته وهو صغير. تاني يوم الصبح سيلين بتدعي حماتها تزورها تاني، لكن التواصل بينهم بيكون صعب بسبب نانجين، واللي بيقول إن أم زو هي أمه. أم زو واللي اسمها وانزو بتطلب من نانجين إنه يبتعد عن زو، لكن نانجين بيقبض على رقبتها وبيهددها إنه هيتصرف زي ما هو عاوز. بعد فترة قصيرة الإنترنت بيبدأ يهاجم رجل الأعمال علشان رفض والدته. زو بيعرف الحقيقة عن أم نانجين الراحلة، وبيكتشف إن وانزو بقت مرات أبوه. في الصبح وانزو بتعمل مقابلة وبتعترف إنها هي اللي سابت ابنها وبتستاهل الغضب. في الوقت ده نانجين بيقابل سيلين وبيعزمها على كافيه، وبيقول لها إنه جه بكين علشان يصالح الأم والابن. خلال الحوار سيلين بتحس بدوخة، وبعد ما اشترت اختبار حمل
بتكتشف إنها حامل، لكنها مش بتقول لجوزها وبتخبر صاحبتها بس، وبتروح معاها المستشفى. بعد كام يوم بيجي عيد ميلاد سيلين، وبتقرر إن الوقت المناسب إنها تعلن عن حملها. لما عرفت إن جوزها في المطار راحت تشوفه، لكنها اختفت. جو لقى عربية مراته واكتشف إن حد كسرها وإنها اختفت وبقت ضحية اختطاف. سيلين وهي محبوسة بتطلب من الخاطف يرجع لها حلقها علشان بتدعي إنه ذكرى غالية. بعد ما خدت الحلق فعلت إشارة لجوزها علشان يحدد مكانها. نانجين كان مشارك في الجريمة وخرب الإشارة، فنقل البنت المكان تاني. جو اتبع الإشارة ولقى الحلق في الزبالة، وبعديها راح لأرنين علشان تساعده، لكنها في السجن رفضت التعاون. في الليل جو بيكون سكران وبتيجي بنت بتبوسه، وبيتم تصويرهم من قبل الصحفيين والصور بتتنشر. أيوان بيضرب صاحبه في وشه علشان خان مراته. نانجين بيعترف إنه عاوز زو يخسر الناس القريبين منه وهيحاول يدمر حياته. جافاي بتقول لزو إن مراته حامل، وده بتخليه يتشجع أكتر إنه يلاقيها. بعد ما زو بينصب فخ لأندرين بيقتنع إن شريكها في الجريمة هو نانجين. وشوية بعد كده زو بيكلم أمه وبيعرف إن أم نانجين ماتت بعد ما شافت جوزها مع عشيقته واللي هي وانزو، وده السبب اللي خلاه يكرهها ويحاول ينتقم من ابنها. الشرطة بتكمل بالبحث عنهم، لكن بيلقوا أوضة الفندق الصح بعد فوات الأوان علشان نانجين غير مكانه تاني. المجرم بينقل سيلين لبيتها الجديد وبيسيبها تحت رعاية تونغ. بيقول لها إن تونغ كانت من عيلة فقيرة، وإن باباها باعها للمجرمين علشان كان مديون، وإن هو اللي دفع فلوس علشان يحررها من الأسر، وبقت مخلصة ليه وبتخدمه مهما عمل. سيلين استغلت الفرصة وفضلت تشتت انتباه تونغ علشان تقفل على نفسها في الأوضة ومعاها التليفون، لكن نانجين ما سمحش ليها إنها تتصل بالشرطة. ولما عرف إن سيلين حامل أصر إنه يخليها تاكل، لكنها ما أكلتش وطلبت أوراق وأقلام بس. نانجين خد رسمة من رسوماتها وراح قابل جو واداله الرسم. جو خمن إن الرسم رسالة مخفية وفيها مكانها. بدأ يحلل الرسم ووصل لحل، فاتصل بالشرطة واندفع للمكان اللي سيلين محتجزة فيه. وبعد ما أدرك نانجين إن مفيش طريقة للهروب ربط البنت وهددها بمسدس. لما تونغ فهمت إن المجرم ناوي يقتل البنت الحامل خانته ودفعته بعيد وخسرته السلاح. نانجين بدأ يتخانق مع جو وأطلق عليه رصاصة في صدره وهرب قبل ما توصل الشرطة. بعد شوية تقارير قالوا إن عربية نانجين وقعت في البحر، لكن الشرطة ما قدرتش تلاقي الجثة. جو كان في المستشفى ودخل في غيبوبة، وبعدها قلبه وقف، لكن الدكاترة رجعوه للحياة. المساهمين كانوا عاوزين يعزلوه، لكن مساعده كان بيتولى أمور الشركة. بعد معرفة أسماء المساهمين جو ووانزو قابلوهم، وبعدها أم جو بقت رئيسة الشركة. بعد فترة اتضح إن وانزو هي الشريرة الرئيسية، وإن نانجين كان مجرد أداة في إيديها. أيوان تخلى عن مهنته كممثل وبقى رجل أعمال بيساعد والده. في نفس الوقت جو فاق من الغيبوبة وقابل والدته وقال لها إنهم عمرهم ما هيبقوا قريبين. نانجين ما اكتفاش باللي عمله وخطف سيلين تاني وربطها في شجرة في الغابة. المرة دي الشرطة وصلت في الوقت المناسب وقبضت على المجرم، وبعد شهور قليلة الزوجين بيحتفلوا بعيد جوازهم التاني. وخلال الحفلة مساعد جو بيطلب الزواج من صديقة سيلين المقربة. في نفس الوقت سيلين بتبدأ في الولادة والزوجين بيستقبلوا طفل جميل، وبعدها سيلين بتبقى ممثلة مشهورة. وفي كده الفيديو بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي، باي باي.